الاسم الوطني أو البطولات الإنوي. وفي الأخير المباراة يستوجب مؤتمر صحفي، لهذا يحضر معنا مدرب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي أولا، ونلتمس منه إعطاء لنا تصريح تقني لهذه المباراة قبل أسئلة السادة الصحفيين. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مرحبا بكم. المقابلة كانت مفتوحة، كانت مقابلة ضد فريق قوي، سورتو في الفترة الأخيرة في ديناميكية إيجابية بعد تريف. نهضة بركان عمل نتائج محترمة، 2 فيكتوار وماتش نول قبل ما يلعب معنا في الريبريز نتاع تريف. كنا عارفين اللي كانوا ينتظر فينا مقابلة صعيبة في الديوال، صعيبة لازمنا نكونوا جاهزين على مستوى الابليكاسيون تكتيك، على مستوى لي بالارتي، على مستوى لي ترانزيسيون. سانسيرمون الملاعبيه اليوم عملوا ان غرو ماتش، فوليوم كبير، وصلنا العديد من المرات للمناطق الدفاعيه نتاعهم، وكانت فيه وضعيات وفرص سامحه للتسجيل. سجلنا هدفين، وكانت سيطره ميدانيه كبيره بالنسبه للفريق نتاعنا. ما نساوش، لكن في نفس الوقت كانوا فما دي كونتر رابيد دو طون زاوت، خلى الادفرسير يطلع بطريقه سريعه. عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الوضعيات هذوكم. ان جران انس زنيتي اليوم عملنا ان جران ماتش، الدفاع كيف وسط الميدان كيف والمهاجمين قاموا بالاضافه على مستوى تسجيل الاهداف. نشكر اللاعبين كل على المردود الغزير هذا والعطاء. عطاو نسخه نتاع ايماج ناس تقاتل سور تيران، ناس مامنه اللي تجي لهنا باش نربح. جينا بفكره واحده، ما فماش فكره اخرى، سي رومبورتي لي 3 بوان. الحمد لله وصلنا للهدف نتاعنا. ومن طون زاد كيف الصوت العالي في الميدان كان صوت جماهير الرجاء كالعاده، طاقه كبيره يعطيوها للاعبين، اضافه كبيره خلونا حتى لاخر لحظه نتجراو 100%. نقول لهم برافو برافو. جمهور الرجاء هو اللاعب رقم 1 في الفريق، ويستحق اللي باش نفرحوه. نعم، شكرا للسيد مدرب الرجاء على هذه التصريح المحتضر والتصريح التقني المحتضر في قانون النقل الإعلامي. دائما الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون صاحبة النقل هي التي لها الأسبقية في طرح الأسئلة وتقدم مستوى المستعدين. سي بير مرحبا بك. أولا لجهة الشرق مرحبا بك في البطولة الوطنية. البطولة الوطنية من خلال هذه المقابلة لاحظنا واحد المجموعة ديال الأسماء اللي ما كناش متعودين عليها في مختلف الأندية، ولكن الآن ظهرت بشخصية. هل هناك مشروع لبناء فريق انطلاقا من هؤلاء الشباب اللي كانوا لاعبين وحتى اللي كانوا في كرسي ديال الاحتياط؟ الحمد لله الرجاء عنده مجموعه، ما عندوش 10 ولا 11 لاعب، عنده مجموعه كبيره نتاع لاعبين الكلهم قاعدين يتطوروا، قاعدين يتحسنوا، قاعدين يخدموا مليح، قاعدين يضحيوا، قاعدين كل اسبوع قاعدين نتقدموا بالمجموعه الكل. اليوم اللي دخلوا من الاول قاموا بالواجب، واللي دخلوا بعد في الشوط الثاني طلعوا المستوى وعطاوا اضافه ميدانيه كبيره. نقول لا ستار في الرجاء سي لو كولكتيف، سي ليكيب. المجموعه هي الابرز في المرحله هذه، لكن او ميم طون يلزمنا نعرفوا اللي كانوا في اوقات من المقابله كنا عندنا شويه ديزيكيليبر، كنا البلوك نتاعنا ماهوش واقف كما يلزم، كنا نعملوا اخطاء فنيه، وهذا طبيعي في الوقت هذا من الموسم. لازمنا نكونوا واعيين اللي كانوا لازمنا نتطوروا ولازمنا نتحسنوا، وهذا ما يمكن الا بالعمل الجاد والمستمر على مستوى اركان النادي الكل. ان شاء الله نواصلوا الانتصارات. ce sera pas facile في un championnat très disputé. toutes les équipes se valent، اي فريق ينجم يربح اي فريق. دونك احنا لازمنا نكونوا جاهزين على المستويات الكل باش نحاولوا نواصلوا النتائج الايجابيه ان شاء الله. نعم، شكرا. السؤال الموالي استاذ تفضل، الاسم ديالكم؟ احمد ثابت، جائزه العمق المغربي. بعد الاداء اليوم شفنا الرجاء على عكس بعد المباراه السابقه، واش كتشوف بعد هذا الاداء انه النادي ما يحتاج تحسينات على مستوى الانتدابات؟ نوافقك في حاجه اللي كونه فيه تطور وفيه تحسن، لكن حتى المقابلات الفارطه اللي تبع الرجاء نسبة امتلاك الكرة نعملوا في 70-20، نعملوا في كل مقابلة 10 وضعيات سانحة للتسجيل، وماهوش سهل باش تعمل ان فوليوم دو جو وتخلق دي زوبورتينيتي. احنا حتى وقت كنا ننتصر وكنا واعيين شنو هي النقائص نتاعنا.
لي ميركاتو مجعولين في الصيف باش تحط لي جروند ليني. الميركاتو في ديسمبر يكون سيبلي سولون النقايص نتاعنا. الناس كل قاعدين نخدموا 100% وان شاء الله جاي افضل ان شاء الله. شكرا. استاذ نعم، هل هناك من سؤال؟ نعم، نشكر بالمناسبة تجاوب السيد الرجاء مع الجسم الصحفي.